السلام عليكم. أنا بيعتذر لأن قبيل أنا اعتذرت ولكن دي سنيد نادوني. أنا اعتذرت بفوح لكن معلش. فعلا يوم أن دفنا مرحوم ليفتنانت جنرال ديفيد باجور كلامة كان chief of defense forces ومينستر اوف ديفنس هم نتكلم فيه. ده كان ياو كلمات بتاعنا. فعلا يا اخوانا انا واحد من الناس اللي كان مع ديفيد لما ماشي في ناصر ده انا يا عم مشيت قبله لانه كان زميل بتاعه جسد نيال باتوان كان عنده mission. And then there was need, يغيروا ويجيبوا ذا بتاعنا في ناصر. أنا مشيت أنا قعدت 14 يوم في ناصر. جاء غيره مرحوم جاء عزلوا في جنرال هيدكوارتر مع تيم تو ومع برغادير شباب ماشين with the Department of Security. لما بقى أيام أنا مشيت أنا وأيام وكان جسمي ما كويس. Security advisor General Troy وكان في operation وتوالى على لويزين وجاء في علاجه. لكن جاء على له تعليمات ثانية كان هو يرجع للناصر. الموت طبعا لو قال بيجي لا ما بخارج من سيد هو العزل قدام ربنا. ديفيد مشى ومشى قاعد وحصل المشاكل بتاع الصغير بتاع الجيش. جيني البشر لانه شاكله كثير. دائما يقول لي يطلع برا بمشي كتله ويتنازل على يمين ناصر ده ما يدعو كان شباب. حاجة ساكن ممكن يطبقوه ما في. هم يعني والله برا في نادي العربي ناصر في مجلس الملوك هيا يوم بمشي يجيبوا الكشافات فوق. لكن في ده بيتشاف كله. لأنه بقى شايفينه ما في علاقة بين المواطن بتاعنا وعسكري بتاعنا. لأن ديفيد حمل المسؤوليات كلها. لما الناس اتفقوا انه يغيروا قيادة الامن هنا يغير الجيش ويستخدموا بابورات كانوا موجودين مع جونسون وولي. كانوا عزلوني انا مع جونسون وولي بعد ما تم الرحيل بتاع الجيش عشان نمشي نجيب بابورات في البحر. مشينا ونظمنا كان هنا ماشيين نمشي نرجع بعد بكره. لكن المشي حصل هنا فيه تأخير في ديلي ده مشينا حضرنا بابورات يوم 19 لكن في الوصول بتاعنا مع جونسون قام الوضع كيسج السياسي قلبوا في الجمعة هنا معناه ان هم لا عملوا شغل وجايفة قال انا ماشي نحن ماشيين نمشي نشيل السلاح في الجيش بتاع مواطن وماشيين نشيله نعمل ديبلويمنت في اريا بتاع دم ولا اكاد جوكو. أنا حاولنا انه نعمل تصحيح في كلمات كله لكن الشيطان ما قبل لنا لأن ده حاجة خلاص في الأوريني من أجتيتي لكن ما شغل نبونا هنا لزينا بابور. فالبابورات اللي كان عنده إنجين نحن عملنا نومري راديو بتاع مرحوم ديفيد وبتاع بابور الثاني لأنه انتوا عارفين بحر بتاع صوبات طبعا
في شهر شهور ده إذا الوضع غير. لكن من زمان صوبات أغاني شهر 12 ده بكون آخر بواخر الفن زمان البنك في الناس إلا بوتا. الشباب دي الأمر موبلايزيشن وزن الأمر موبلايزيشن في معنى في جوهر أمرهم التلفونات أنا أقول لهم أنفسهم وجاءوا في هيريا بتاع ولا في دمة وفي هيريا بتاع اللوي ومناطق الثانيين القريبين مع جال أشون. لكن هنا ما يشغلوه مع الزميل بتاع الدراسة فأقول لتأخر لأنه ما بدور بسرعة. لما مشوا الكويس انه في هيريا بتاع لو في ديني وفي هيريا بتاع يعقوب بالنسبه لنا العارفين المناطق ده في زمن بتاع اسبانيا لكن هم استقبلوا بابورات بغير الابيض واستخدموه بابورات مره لكن قريب لهم ضربوهم لكن ما لنا تواصيل يوم ده ما يصير أكيد يتعاون منه لأن جاء وانتده وقام ضرب بابور لكن ما قدر وبابور له طبعا إذا ما بجيب جنبه وما شتده وما شتده لكن المجد خزنه ده الحواجز الطبيعية الحواجز الطبيعية نشر الأبسطة ماشي وقفه قريب له ولا لأن في رملة كثير ما قدر يخش هناك توالد في نفس المناطق كان زميله سألني قال الحجاج وين؟ زميلي ديفيد قال لي حجاج وين؟ أنا فكرنا بكلام كان جديد ولو الحجاج قال لي شغل عمري يريد ولا أنا بقى ما شغل ما فوق الشبكة إيجان ما فوق الشبكة شبكة بسيطة ده عامل شيء اللي جينا ولا في إلا في إيريا بتاع دوما وبيقال من دوما بيبقى فيه شبكة لكن ما هل ما فوق الشبكة قاعدين نستخدم هم بيستخدموا العمر يريد ده الوضع كان حاصلين ما نلهي بينه كلام المامورات بدأ وحده بدأ بالجمال في يوم 3 يوم 3 توالي بدأ يهجم هجم العصر وأنا أولده فأنا أولده بقدر الإمكان فنحن قاعدين مع جونسون وبالديفيشن 2 كمان فأولا يوم نحن نجيب له ذخيرة وكي زي ده وكان يمشي بدأتين قبل الفروبلم في حاليات بتاعين ثاني لكن الشباب بتاع الرجال الصغار قدروا توالي ونزلوا شوية الذخيرة ده السبب هم قعدوا 4 أيام في 4 أيام هم قاعدوا في دبابات لأنه منطقة كبيرة هذه ده دفاع كبير دفاع بتاع ناصر أنا عندي البسيط ما بقدر عليه ومعوج برضه بيسلك لكن الجهاز قدر لأنه جينا بيك بسيط قدر يكسر السلك فدي أوجه للموت بتاعه وما كان أمور لأنه هنا كنا بنتكلم توالي تراوح لكن الخدع العصر ده كلام تارينه يعني إيفوكويشن الإيفوكويشن العصر للزميل بتاعنا ما حصل كده حتى لو أنت فتحت كتاب بتاع اليوان وبتاع الكروس Article 58 and then طبعا we are going to divorce the case Article 58 وبقول إنه you cannot evacuate the personnel في بدون يعني في distant vehicles مع الرئيس والمسؤول إلا تكون هنا conducive environment
سادس. لكن الخدع خدع أجاب الموت لأنه قدر يدافع عن أنفسهم لأن في APC هم كانوا قاعدين فوق هم دافعوا عن أنفسهم فوق والناس هذا قدر يفتروا لكن لما اليو ان عملوا انه سلم الشغل بتاع الإدوكيشن ده أجاب الموت بتاع الزميل بتاعنا ديفيد ماجد ربنا لو كان زول بموت بيحصل مسؤول زين وانا بيحصل الزملاء بتاعنا فعلا يا اخوانا ما حصل قبل كده انه المواطن يحجم المعسكر بتاع الجيش ولما ده يشيله بقى انا ولورا سايلين لكن الناس حاليا يحمل المسؤوليه دول اللي عملوا الشغل ده يحمل المسؤوليه يعني ما في حكومه بتقول قال ولا سايلين يدوروا سايلين لكن هيكون في محاسبه يحسبون وحسب في اصوات من براء مختلفه اصوات مختلفه مثلا يعني نتكلم مثلا لانه وضع عشان الناس قالت ديزايد ايه ديزايد لانه بقى في مسك وما شاعر ورا انا طبعا من النور اني المشكله ممكن نبدا في شغل لكن تكون سكرنس فيه لانه ما قاعدين يقولوا في الانتباه اصلا بقى في كونسيكونس انا متاكد الوضع العاصي الاسد يوم ثاني دول ثاني مثلا ولا ما يجي شغله ايش اللي بيحصل بعدين انا ما عندي الكلام ده لكن انا يعني بناشد الناس بتاعنا انه نكلموا معه يدونا فرصه بتاع كلام حاجة ثانية نزيده كمان يا جماعة عشان تعرفوا. أبو دوبارة أنا بجيب قبل بتاع أبغى معي السك. أنا فقدنا الزملاء بتاعنا كثير جماعة جيب المجد القرآن. لكن بعد أحيانا بيحصل. أنا لما أنا كنت في كتيبة أقرب مع الزميل بتاعنا ما هو يا شباب ناجم. ده كان في يدين بتاعنا ده في مجلس الموضوع في الكويت ده الوضع كان كافي لأنه ده كان وضع بتاع حرب لكن ديفيد جاء بلد بتاعه بعض إني بلد اسمه جنوب السودان وجابه بعض ومرة الزملاء بتاعنا كانوا وضع واليمدان لأنه عنده وشاف بلد بتاعه الزملاء بتاعنا يمنا إن على راسه ما يشاف بلد بتاعنا لأنه أهربوا بلد لكن ديفيد جاء بلد بتاعه فأنا بجيب كده يعتذر مرة أخرى لأني تأخرنا وأنا جي العصر إنه قال شغل تأخر تجدها ده شغل ثابت أنا قاعد أسمع أنتوا كان قاعدين زي ده كل يوم شغل بده قاعد أنه إذا مشيت بين بتعين الرحمة ما في وين جنوب ده الكلام أصلا ما بناي لأنه إنه حاجة يعني وكان ولا كان ما ولا يبتهم لكن هم مسؤولين ولا يبتهم فأنا I want to say I will be the governor of Afana إذا بتاع أفنا اللي تنجيل الموجود فوق وأنا بكون معكم والشغل الجديد